وانا بسجل الفيديو عشان كنت بشرح لكم ايه اللي حصل معايا، الكارثة النصيبة اللي حصلت معايا وانا بسجل الفيديو لرابع مرة او لتالت مرة. بعد ما اتلغى لقيت الفيديو العادي اصلا الصوت مش طالع فيه. يعني الله على كمية الحلاوة. يعني يوم ما تبقى عاوز تنتج هتلاقي كل الظروف في ضدك. تليفونك يبوظ، النت بطيء، اي حاجة. بص يعني اي حاجة هتلاقيها ضدك. ده ان ده اللي يدل ان انت عشان ايه حاولت تبتدي، فدي اشارة من الكون ان انت ما تبتديش. فاهم؟ بالعكس انت تبتدي وبقوة بقى، اللي هو ايه، انت بالعند فيك انا هعمل الفيديو ده. فاهمني؟ انا بقول الكلام ده عشان اضحك بيه على نفسي. المهم بعد ما كنت بصور الفيديو بقول لكم لتاني مرة قلت هصور فيديو اقوى منه، ده انا منزل فيديو وعامل موضوع وجاب 800 مشاهدة. قلت استوديو وزميل اللي هينزل يوم الجمعة 3 ساعات 30 دقيقة وخمس دقايق راحة. قلت قلت طيب اعمله تاني. جيت اعمله تاني وما نمتش من امبارح وبصوره بعد الفجر. قعدت 3 ساعات متواصلة وفي الاخر الفيديو اتلغى. طبعا دي تاني مرة تحصل معايا. بص يعني جبت اخر. قلت خلاص بقى، بص عشان ايه، بجد بجد انا لازم اعمل الفيديو ده باي طريقة. دخلت وظبطت الدنيا جوه والاضاءة والزاوية وما نمتش من امبارح عشان الاضاءة والصوت. بعد كل ده وصل لحد 3.5 ساعة والتليفون فصل. التليفون فصل، الفيديو اتلغى. انا هوريك يعني الفيديو اهو. بص يعني هو متسجل على التليفون بس مساحته 500 ميجا، فهو بيشغل لك ايه اول 15 دقيقة من الفيديو. باقي الفيديو السلام عليكم بقى، انا مش موجود. اقنع التليفون بقى ان هو يرجحه لك، مش هيرجحه لك. فانا الصراحة مش عارف انزله ولا لا. يعني خلاص النهاردة التلات تقريبا وانا المفروض بنزله يوم الجمعة. فحاليا انا عقبال ما اصوره ومنتجه وانا انزله على اليوتيوب اصلا الفيديو بيبقى 12 دقيقة.